الراجل ده مستنيكوا بص على احر من الجمر. فهم في وقتها طبعا اترعبوا منها وفكروا ان هي شيطان من كتر شكلها الغريب اللي ما شافوش قبل كده. ولما هي قالت لهم ان في راجل قالوا الحمد لله في بشر، في بني ادم زينا موجود هنا، فاحنا هنروح بسرعه ونجري ونتكلم معاه. لما دخلوا المكان ده شافوا شيء غريب على حد وصفهم، ان هم لقوا رجل عظيم الخلقه او عظيم الجسد ضخم، وكان اشدهم وثاقا، يعني كان متربط من كل حته لدرجه ان هو كان متربط بسلاسل من ايديه لرقبته ومن ركبته لحد كعوب رجليه. والاهم من كده ان هو كان اعور. ففي وقتها تميم واللي معاه سالوه ويلك ما انت مين؟ فهو بيرد عليهم وبيقول لهم قد قدرتم على خبري فاخبروني من انتم. هو بقى اللي بيسالهم دلوقتي انتوا مين؟ فحكوا له القصه بتاعتهم ان احنا 30 رجل من قبيله لخم وجذام خرجنا من فلسطين بالسفينه بتاعتنا للتجاره وقابلنا البحر وضربتنا عاصفه، العاصفه جابتنا ودتنا لحد ما لقينا نفسنا في مكان احنا مش عارفين هو فين، ونزلنا على الجزيره دي وقابلنا بعدها كائن مرعب كثيف الشعر. ولما قالت لنا ان في راجل موجود في الدير ده سبناها خفنا منها الا تكون شيطان وجرينا هنا عشان نقابلك. بدا الراجل الغريب ده بعدها يسالهم مجموعه اسئله عايزك تركز فيهم.